ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. طبعا كل سنة وانتم طيبين، والقطايف محليين. طبعا عرفتوا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض القطايف. طبعا رمضان يعني حلويات، يعني قطايف، يعني زلابيا، زي آه، كنافة، بسبوسة. النهارده هنعمل مع بعض القطايف، هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا مكوناتنا ايه النهارده؟ طبعا انت بتجيبيها من بره بالشيء الفلاني، لا انت تعمليها في البيت كل يوم لولادك او كل يومين، ومش هتصرفي المصاريف اللي هتجيبيها من بره. معانا كوبايتين دقيق، معانا كوبايتين ميه. طبعا الدقيق حسب نوع الدقيق، يعني في دقيق بيشرب سوائل، في دقيق لا. فاحنا ايه يعني كوبايتين ميه وكوبايتين دقيق. معانا معلقه نشا. النشا طبعا بتديها طراوه كده، بتخليها طريه. معانا معلقه خميره صغيره. معانا نص معلقه بيكنج باودر، ومعانا ايه معلقه سكر. اول حاجه هنعملها، انا هضربها طبعا في الخلاط. عشان ايه؟ يعني انت ممكن تضربها في طبق عادي، بس انا هضربها في الخلاط عشان اتاكد انها اتضربت كويس جدا. بالنسبه للناس المبتدئه، اول حاجه هنعملها طبعا هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل بالميه، كوبايتين الميه. زي ما قلت لكم نوع الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فطبعا ممكن تاخد اكتر او ممكن ايه، بس هي ان شاء الله تاخد كوبايتين ميه. كوبايتين الدقيق بتاعتنا بالشكل ده كده. ننزل بالخميره، معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه النشا. هنضربهم كويس جدا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده، ضربنا القطايف بتاعتنا كويس جدا في الخلاط. وهنصفيها، لازم تصفيها عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه في العجينه ما تبقاش الرسم معانا مش حلو. اه زي ما انتم شايفين، انا بحب اضربها في الخلاط زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده، لو ضربتيها بالمضرب ممكن تلاقي بعض التكتلات، انما هنا مفيش اي تكتلات خالص. هن ايه هنشوف العجينه بقى، قوام العجينه بتاعنا عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده اهو، ده قوام العجينه اللي احنا عاوزينها، عجينه القطايف كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا هتعرفي العجينه بتاعتك ناجحه ازاي، هتروحي عامله ايه، تختبريها ازاي بالمنظر ده كده. اه لو ملمتش على بعضها يبقى العجينه ايه بتاعتنا ايه ناجحه 100%. زي ما انتم شايفين كده، هنغطيها بقى ونسيبها لمده ربع ساعه. بعد كده ايه هنعملها على الجريل او على طاسه، اهم حاجه تكون طاسه متلزقش خالص. هنسيبها بقى ربع ساعه ونرجع لها تاني. بقى زي ما انتم شايفين كده، عدى على العجينه بتاعتنا ايه ربع ساعه، ما تزوديش اكتر من كده. هنشوف بقى العجينه بتاعتنا، نقلبها تقلبتين كده، اهم حاجه نقلبها. قوام زي العسل بجد والله. وجبنا بقى ايه كوبايه زي دي كده، عشان ايه نصب بيها ايه القطايف بتاعتنا. اهم حاجه يكون لها بوز عشان لما تيجي تصبي تعرفي تصبي كويس اهو بالشكل ده كده اهوت. هنروح بقى على البوتاجاز ونعمل ايه القطايف بتاعتنا على البوتاجاز. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، جبنا طاسه زي دي كده، اهم حاجه ما تكونش بتلزق. ايه حطيناها على النار وهديناه. اول حاجه ايه نهدي النار عليها. ومعانا طبعا فوط عشان ايه نحط عجينه القطايف فيها، عشان نغطيها عشان ما تنشفش مننا. زي ما قلت لكم هنسخن ايه الطاسه بتاعتنا، نشوفها بس سخنت ولا لا كده بالشكل ده كده. طبعا اول واحده بتبقاش مظبوطه معانا، بس مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كده، شايفين النار بتاعتنا متوسطه، يعني مش عاليه قوي عشان خاطر ما تحرقش معانا القطايف. هنسيبها بس تسخن كده، وبعد كده ننزل بالقطايف بتاعتنا. خلاص كده الطاسه بتاعتنا ايه سخنت، هننزل بايه باول واحده كده ونجرب واحده كده مع بعض، وبسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول ما القطايف بتاعتنا تعمل فقاقيع كده، تبقى خلاص كده بتاعتنا القطايف بتاعتنا استوت. ابتدت اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم اول واحده ما بتبقاش مظبوطه اهو. اول ما العجينه بتاعتنا تختفي يبقى كده بتاعتنا القطايف بتاعتنا استوت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بجد والله شكلها تحفه. هنا زي ما انتم شايفين كده بقى العجين بتاعنا خلاص اختفى. هنشيل بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله تصويتها زي العسل.
هنجيب برضو ايه العجينه تاني ونصب، بس هنصب واحده صغيره بالشكل ده كده اهو. نصب واحده هنا كمان. القطايف بعد ما عملناها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، تسويه زي العسل، كلها زي العسل، زي ما انتم كلها زي بعضها زي ما انتم شايفين. طبعا في الاول زي ما قلت لكم، بس في غلطه قابلتني. الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها كانت خفيفه جدا، وكل ما انزل فيها القطايف تخلي بالكم تروح مخليها مش الرسمه اللي انت عاوزاها، فبدلتها بايه بطاسه تانية، فطلعت لنا ايه القطايف بالشكل الجميل ده، تسويه زي العسل، كلها زي العسل زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم نغطيها عشان ما تنشفش مننا، واهم حاجه نفردها زي ما انتم شايفين كده عشان ما تلزقش في بعضها. تعالوا بقى نحضر الحشوه اللي احنا هنعملها بيها. طبعا ولادي ما بيحبوش الحشوات خالص، بس انا ايه هعمل معاكم كام واحده كده بالحشوه. حشوه بسيطه جدا وسهله بالزبيب وجوز الهند بس، لا نحط مكسرات ولا اي حاجه. طبعا زي ما انتم عارفين الاسعار غاليه جدا، فالواحد يعني الماليه مش مستحمله. هنحط ايه شويه زبيب وشويه جوز الهند، حبه كده مش كتير قوي، بالشكل ده كده اهو. لو عنده السوداني مفيش مشكله، انا ما عنديش سوداني فانا هعمل بالموجود معايا. وهننزل بايه بمعلقه سكر عليهم، لازم نحط معلقه سكر عليهم، ونقلب ايه المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده اهوت اهو، بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هنجيب القطايف بتاعتنا اهو، هنجيب بقى القطايف بقى واحده واحده كده، ونحشيها بالحشوه بتاعتنا الجميله دي اهو. بصوا شايفين، بصوا المنظر، تلزق معاكم سلسه جدا مفيهاش اي مشكله، عجينه ناجحه جدا جدا اهو. شايفين القطيف عامله ازاي. اما كمان واحده، بصوا العجينه بتاعتنا طريه جدا معاكم اهو، بالشكل ده كده اهو. ونقفل ايه كويس جدا، اهم حاجه نقفل عشان واحنا بنحمرها ما تتحرقش مننا اهو. هنعمل بقى الكميه كلها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده عملنا ايه بالحشو. هنا بقى هنعمل ايه بالكريمه، هنحمرها كده ساده، وهنسيب القطعه دي مفتوحه كده عشان نحط فيها كريمه. اعمل كمان واحده معاكم، شكلي لولادك بقى في القطايف عشان يحبوها. لو ما بيحبوهاش يحبوها بالطريقه دي، اعمليها بالكريمه بتبقى جميله جدا، او بالمهلبيه، الاتنين زي بعض. لا بس دي بصي طلع مش مظبوطه، طبعا زي ما قلت لكم الطاسه عندي مشكله فيها جامده جدا، فكويس انها طلعت بالشكل ده اه. نعملها برضو بنفس الحشوه دي، نقفلها كويس جدا. هي ما شاء الله بتتقفل بصوا بكل سهوله. هكمل الكميه كلها وبعد كده تعالى بقى ايه نقليها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده جبنا طاسه انا كنت عاملاها فيها قطايف قبل كده، طبعا الزيت مش هنرميه ولا حاجه، زودنا حبه زيت عليه، وجبنا مصفى عشان ايه نحط فيها القطايف بتاعتنا ما تطلع من الزيت. طبعا انا مش هحطها في الشربات على طول، لان لو حطيتها في الشربات على طول هتبقى طريه معاكي. لو انت عايزاها طريه حطيها في الشربات على طول، لو عايزاها مقرمشه وحلوه كده حطيها زي ما انا بعمل كده، يعني تطلعيها على المصفى، من المصفى على ايه على الشربات. طبعا الطاسه بتاعتنا خلاص سخنت كده، هنقلب القطايف بتاعتنا. اهم حاجه نكون ايه مغطيينها كويس جدا. هننزل باللي هي ايه هنحشيها ايه بالكريمه الكدابه يعني، او بالقشطه الكدابه. هننزل ايه بالقطايف بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، هنحمرها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تحمر من تحت، نقلبها على الوش التاني وبعد كده نطلعها في المصفى. زي ما انتم شايفين كده حمرنا القطايف بتاعتنا كويس جدا، طبعا سيبناها في المصفى زي ما قلت لكم، اهم حاجه نسيبها عشان خاطر لو فيها زيت ولا حاجه تنزلها في الطبق. وبعدين جبنا ايه، انا عملت طبعا بعمل كميه سيرب قبل رمضان فبعينه في التلاجة، وبحطه ايه يعني وقت ما بحمر مثلا القطايف اعمل كنافه ولا حاجه بيبقى جاهز معايا. عباره عن ايه السيرب ده، معانا كوبايتين سكر ومعانا كوبايتين ميه، نحطه على البوتاجاز ويغلي معانا غلوة لغاية ما يعني مدة 10 دقايق أو 15 دقيقة. وبعد كده نطفي عليه، طبعا بنحط ليمون عليه، وبنحط معلقة عسل جلوكوز زي ما انتم شايفين كده، تقيل بارد جدا وفانيليا، بس لا اكتر ولا اقل.
ده بيبقى جاهز معاكي طول الشهر، بيبقى يعني يعني ما يبقاش ايه يعني. طبعا السيرب بياخد وقت معاكي لما بيبرد وكده، لا احنا عايزين حاجه جاهزه على طول. وانا عملت معاكم السيرب قبل كده. طبعا القطايف زي ما قلت لكم طلعناها في المصفى اهي زي ما انتم شايفين كده. هننزلها بايه في السيرب بتاعنا كده. طبعا انا جبت ايه طبق كبير عشان اخد الكميه كلها. اهو بالشكل ده كده ننزلها كلها كده اهو. تعال ننزلها كلها كده اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ونقلب بقى ايه القطايف بتاعتنا ونطلعها تاني فين في واحده جريت. ونطلعها في المصفى تاني عشان تصفي ايه الشربات او السيرب بتاعنا كده اهو بالشكل ده كده. خلاص طلعنا القطايف بتاعتنا من السيرب زي ما قلت لكم، ما تسيبهاش كتير عشان لو سبتيها كتير هتطرى معاكي. احنا مش عايزينها طريه، احنا عايزينها مقرمشه شويه. طبعا ده الحشو اللي احنا هنحشي بيه الكنافه بتاعتنا. عباره عن ايه، عملنا كوبايتين لبن معاهم معلقه كريم شانتيه معاهم معلقتين نشا، ودوبناهم مع بعض وعملناهم زي المهلبيه كده. دي القشطه الكدابه. طبعا القشطه زي ما انتم عارفين اسعارها غاليه جدا جدا، فاحنا عملنا ايه القشطه الكدابه معانا النهارده عشان ايه نعمل بيها القطايف بتاعتنا. هنسيبها بقى تتصفى تماما من الشربات اللي فيها، وبعد كده ايه نحط عليها القشطه الكدابه دي ونقدمها في طبق التقديم. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده القطايف بتاعتنا اتصفت من الشربات بتاعها خلاص، مش عايزين فيها شربات تاني، لازم تحطها في مصفى عشان تبقى مقرمشه معاكم. لو عايزينها طريه حطها في الشربات زي ما هي. هنجيب بقى القطايف بتاعتنا اللي احنا عملناها، ودي ايه المهلبيه اللي انا قلت لكم ايه او القشطه الكدابه. وهنحطها ايه، لو عندك بقى كيس ولا حاجه حطي فيها مفيش مشكله. انا ما عنديش كيس فانا ايه هحط بالمعلقه وخلاص. يعني الموجود هنعمل بيه بالشكل ده كده. وهنحط عليها بقى ايه حاجات بسيطه بقى، مثلا شوكولاته فرماسيه زي ما انتم شايفين كده اهوت، بدون بس التقديم. انما انا ما بحطش الحاجات دي عليها، بحطها ساده كده. اه زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا يفتح النفس بجد. يعني الحاجه لما بتتقدم بطريقه حلوه بتفتح النفس. هنحطها ايه في الطبق بالشكل ده كده، بس نظبطها الاول عشان ما تتقلبش مننا. هنحط بقى جنبها برضو هنعمل واحده كمان ايه تانية كمان معاها بالشكل ده كده. نحط برضو ايه القشطه الكدابه بتاعتنا. وبعدين هننزل عليها بايه بشوكولاته فورماسيه زي ما احنا عملناها في الاول كده اهو بالشكل ده كده. وهنحطها برضو ايه في طبق التقديم. ده بقى شكل القطايف بعد ما زوقناها زي ما انتم شايفين كده. طبعا العين بتاكل قبل الفم طبعا. طبعا لازم تجرنشي الحاجات دي او قبل ما تقدميها لاي حد. طريقتها جميله جدا وسهله جدا وبسيطه جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. هما كوبايتين دقيق وعاملين الكميه دي كلها. بجد والله طريقه سهله وجميله ومش مكلفه خالص. طبعا بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.